السلام عليكم، انا عمرو، ده كلبي سهم. والنهارده حلقه جديده من كلب وشرح. حلقه النهارده هتركز على اوردر الهيل، او ان الكلب يمشي جنب رجلك او في وسط رجلك او يمين او شمال. الاول طبعا بس انا ببدا معاه بشويه تدريبات بسيطه. والنهارده هعمل حاجه مختلفه. النهارده انا هغير مكان التدريب، يعني هدربه جوه في البارك عندنا الاول، وبعد كده هنتقل بيه للشارع بره ادربه، بحيث ان هو يبقى بياخد التدريبه في حتتين فيحفظها اكتر. بدات معاه طبعا الهيلينج، وبدانا بالميدل هيلينج او ان هو يمشي في وسط الرجل. طبعا ما شاء الله بيمشي كويس جدا، ودي حاجه مهمه جدا يبقى مركز معايا. بس طبعا لسه قدامه احسن من كده. نفس القصه تاني، بديله ميدل هيلينج وبيمشي معايا ميدل هيلينج، مشي كويس. لفيته قعدته جنبي، بعمل معاه جمله حركيه لف تاني، هاخده امشيه جنب رجلي الشمال. تمام، اهم حاجه وضع ايدي يبقى مظبوط، وفي نفس الوقت لا يعرف يخطف منها التريت، وفي نفس الوقت يبقى رافع راسه لفوق. وطبعا لما راسه تنزل زي ما هتشوفوا بعد كده في الفيديو لتحت، اقدر اساعد بايدي التانية ان انا اسند دقنه من تحت بحيث ان هي تطلع. نفس القصه، رميت له الاكل، رجع لي، اديته اوردر. تمام. نفس الحاجات، في ساعات في الوسط بفصل معاه بحاجات تانية. بقى دلوقتي بس بفصل معاه كده بكرول، او اللي هو اسحف. طبعا عملها وحش المره دي، مع ان انتوا عارفين ان هو بيعملها كويس. فانا عملت ايه؟ انا سندت برجلي شويه كحاجز، فنزل لتحت ومشي على رجليه. نفس الكلام بيعمل اوردر الهيل، بيتحرك معايا. بعد كده بديله تسم او اللي هو في الوسط، ظبط معايا. اتحركت معاه ميدل هيلينج، الحركة كويسة، راسه مرفوعة كويس. خليته يجي على جنبي، حركته رايت هيلينج او ان هو يمشي على الناحية اليمين. ماشي كويس مظبوط، ولا بيسبقني ولا بيتأخر عني. رجليه مظبوطة، مش بيتنطط تنطيطة جامدة اللي هي عايز يهبش الأكل والكلام ده كله. الحركة اللي فاتت دي اسمها 360، او ان هو يلف حواليا 360 درجة. عملها، وبعد كده قمت ايه؟ مكافئه، واديته مرة شمال، واستنيته لما رفع راسه مظبوط علشان اكافئه. هنا وبعد ما دربته جوه عندنا في البارك، اتنقلت بيه لبره. نفس القصه، بديله الاوردرز بسيطه جدا، اللي هي الدورانات، انه يلف يمين يلف شمال، الكلام ده كله. بعد كده اديته حركه سويتش ان هو لف وقام داخل في وسط رجليا. وبعد كده اديته ميدل هيل ان هو يمشي في وسط رجليا. المهم كملت معاه، وقعدنا نتمشى شوية صغيرين كده علشان نفصل. لقيته مركز معايا وعايز ياخد واحدة، قمت استغليت الفرصة طبعا، وقمت مدخله معايا في الرايت هيلينج، او ان هو يمشي جنب رجلي اليمين. راسه مظبوطة، رجليه مظبوطة، متحرك، ما بيسبقنيش، مش بيتأخر عني، ودي حاجة مهمة جدا. أخد معايا مسافة كويسة جدا وخطوات من غير ما يسرح مني، ودي حاجة مهمة جدا، وكافئته بعدها. هنا هو على الاسفلت حركته بقت ابطأ سنة، فما بقاش بيدي فردة راسه اللي انا عايزها. فبساعد بايديا، بصوابع ايديا بسيط خالص كده من تحت دقنه. بساعد، وايدي التانية اللي ماسكة الاكل المكافأة بيخلي محطوطة في المكان المظبوط علشان يركز فيها. نفس الكلام، رميت له اكل كده عشان يفك شوية. بعد كده هيرجع لي تاني طبعا، نبدأ نتدرب مع بعض. اخدته معايا ناحية، نمشي ناحية الشمال. نفس الكلام، خلوا بالكم انا بستنى يمشي مظبوط. تمام، علشان اكافئ، مش بكافئ غير وهو ماشي مظبوط. ماشي مظبوط ده دقنه مرفوعه، انا بساعده هو بايدي اليمين، حته بسيطه جدا. رجليه بتبدل مع بعضيها، مش بيتنطط برجليه الاتنين في نفس الوقت. طبعا مهم جدا وانا بساعد بايدي التانية تحت دقنه، ان اللمسة تبقى خفيفة خالص، ما بقاش بدايس جامد. لان مجرد ما هدوس جامد الكلب هيبقى عايز يفلت راسه، ومش هيبقى مبسوط، ومش هيبقى مستمتع بالتدريب. انا هتلاقوني يعني يا دوبك ملمس وبستخدم صباع واحد ساعات. طبعا هتلاقوني بركز على الميدل هيلينج، او ان هو يمشي في وسط الرجل. وده سر اصلا ان الكلب بعد كده يمشي يمين وشمال كويس جدا، لان هو بالنسبه له لما بيتعود يمشي في الميدل كويس، بعد كده لما تنقله يمين او شمال يبقى بيتعلم ان هو يمشي كويس جدا. المره دي بدل الميدل هنقله للجنب الشمال، وبعد كده هنبدا نمشي جنب بعض. نفس الكلام، ليفت هيلينج مظبوط، رافع راسه لفوق، ساعدته بصباعي مساعده بسيطه. هو سرح طبعا مع اللي بيصور، بس مش مشكله، رجع تاني. رجليه بتبدل مع بعض مظبوط، راسه مرفوعه رفعه كويسه.
طبعا في عنده احسن من كده بس الرفعه كويسه كفاءته، ومهم جدا انا كافئ لما اخد الشكل اللي انا عايزه. نفس الكلام بنعمل حركات بسيطه كده بس الاول. اوكي. هو طبعا بدأ يفصل مني شويه، ودي حاجه تخليني ابدا انجز في التدريب ونخلص بسرعه. طبعا هو هنا ما عملش الريكس او ان هو يجي جنبي مظبوط ويقعد، فعملتها وخليته يظبطها بس، وبعد كده اخليه يعملها تاني. هنا بقى هو عملها غلط بس انا ما خدتش بالي وكملت الحركه اللي بعديها. لازم تبقى متأكد ان انت وانت بتعمل الحركة تنقل من الحركة اللي بعديها. الحركة الاولى لازم تبقى معمولة مظبوطة عشان تنقل للتانية. انا ما خدتش بالي بس حصل خير طبعا لان احنا بنتدرب كتير على الحاجات دي. نفس الكلام بظبط بايديا، حتة بسيطة خالص. تمام، لمسة ظبط دماغه كفئته. واحنا مروحين بقى خلاص كده شبه خلصنا، لقيته عايز ياخد واحدة كده، قمت ايه مديله وحدتين صغيرين. عمل دي حلو جدا هايل. انا بتمشى واخد رتم تمشية كويس وهو مظبط مع الرتم ده. بس كده، وده كان ملخص تمشية سهم النهاردة. واحنا مراجعين برضو تاني. كان عايز يعمل واحدة تانية كده سريعة، قمت عامل معاه واحدة سريعة على الجنب اليمين، مظبطين مع بعض ماشيين مع بعض. حركته رايقة وكويسة. بس كده. يا رب تكون الحلقة عجبتكم، ونتقابل تاني في حلقة جديدة من كلب وشرح. السلام عليكم.